مش قلتلك لا تضغط على هذا الفيديو؟ علاش ضغطت؟ هذا الكل فضول ولا جوست خاطر انا قلتلك لا تضغط دونك انت تحب تعمل عكس اللي قلتهولك؟ انا نعمل في تجربة صغيرة، نحب نعرف ردة الفعل متاع الناس كي نقول لهم ما تعملوش حاجة، اسكو يعملوها ولا ما يعملوهاش. وكان عملتها صديقي نحب نقولك مبروك عليك، انت انسان مختل عقليا كيفي كيفك، حتى انا مختل عقليا، ولذلك نحب نقولك مرحبا بك في عالم حوسي. عالم حوسي هو المكان اللي باش يتلموا فيه المختلين عقليا الكل من العالم العربي الكل، وحتى من العالم أجمع لو كان يفهموا اللغة العربية اللي قاعد نتكلم بها. ولو أنت من الناس اللي كي تقرأ ما تتفرش ولا ما تضغطش ولا ما تعملش وتعمل العكس، نحب نقولك مرحبا بك مرة أخرى. أنت جزء من تجربة ما فيهاش حاجة خطيرة لكن فيها حاجة مهمة واللي هي طبيعة الإنسان. توا خليني نقولك الحقيقة من الفيديو هذا فيه سر خطير. جد عليك، لا فما لا سر لا شيء نضيع لك في وقتك. أما فكرتي إنه نبدأ نحكي مع ناس ما تخافش من كلمة لا. ناس تحب تجرب حتى لو كان العنوان يقول لهم ما تجربش وما تتفرش كما أنت اقتوا عملت. لا، نحب نجرب ونكتشف، مش أنت باش تخيرني إني أنا شنو نعمل وشنو ما نعملش. وهذاك علاش عزيزي المختل عقليا ما نحبش نعمل فيديو عادي، نحب نكسر شوية القواعد ونحب نكسر اليوتيوب زادة. ومستحقكم انتوما باش تعاونوني اني نكسر اليوتيوب. كيفاش؟ انك تضغط زر اللايك وتعمل سبسكرايب وتنضم لعالم حوسي، خاطرش نعملوا رحلة كبيرة على الاخر وباش نكبر مع بعضنا. وفي عالم حوسي باش تلقى كل شيء، كل انواع صناعة المحتوى اللي تخيلها في مخك، من رياكشنز، الالعاب، القصص، التاريخ، كل شيء، ضحك، لعب، كل شيء باش تلقوه موجود. وكان تحب تكون من الناس اللي باش يغيروا اللعبة في اليوتيوب ونحتلوا اليوتيوب احنا المختلين عقليا، ما تنسيش تضغط سبسكرايب. نعاود نذكرك مرة أخرى باش اليوتيوب يحتار، يقول كيفاش ناس جاهم واحد قال لهم لا تفتح هذا الفيديو ولا تشترك. يا أخي أنتم تفتحوا الفيديو وتشتركوا. سجلوا حضوركم شباب بحذنا في عالم حوسي واكتبوا لي في التعليقات لو كان أنت مختل عقليا ومستعد باش تنضم لعالم حوسي ونحتلوا العالم الكل في السوشيال ميديا. اكتب لي أنا ضد التعليمات. والسلام عليكم.